السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين. رجعت لكم فيديو جديد ووصفة جديدة مع نوكا كيتشن. رجعت لكم باول وصفة من وصفات العيد. هنعمل النهاردة البيتي فور، هنعمله بكيس الحلواني بطريقة سهلة جدا جدا ومقادير مظبوطة جدا جدا جدا. تابعوا الفيديو معايا لحد الاخر، وعاوزاكم تشجعوني باللايك الجميل بتاعكم، ولو اول مرة تشوفوا القناة يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الوصفة بتاعتنا. معايا 275 جرام من الدقيق، ولازم يكون الدقيق بتاعك نوعيته كويسة عشان تضمني نجاح الوصفة بتاعتك. يبقى 275 جرام من الدقيق عبارة عن ربع كيلو، وعليهم معلقة كبيرة من معالق الأكل اللي احنا بناكل بيها. عليهم 250 جرام من الزبدة، والزبدة بتاعتنا لازم نكون مسقعينها في التلاجة. معايا كمان 85 جرام من السكر البودر، ويفضل تطحنيه في البيت، يعني أحسن من اللي بيتباع بره بكتير، لأن اللي بره ده بيبقى محطوط عليه نشا وحاجات غريبة كده. يبقى 85 جرام من السكر البودر، ومعايا 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ، ومعايا معلقة صغيرة فانيليا. هقول لكم المقادير مرة تانية. يبقى 275 جرام من الدقيق، عليهم 250 جرام من الزبدة، عليهم 85 جرام من السكر البودر، عليهم بيضتين، معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة او البودر. اول حاجة هنجيب بولة فاضية، او لو هنجيب العجان، لو عندك العجان ماشي، ما عندكيش العجان هتجيبي بولة فاضية وهتنزلي بالسكر والسمنة، وبالمضرب الكهرباء هتضربي الزبدة مع السكر لحد ما الخليط يهيش معاكي خالص، وما تستعجليش خالص لان دي اهم مرحلة. لازم نضرب السمنة مع السكر لحد ما تهيش خالص وتبقى بيضة وتبقى قوام كريمي. تمام. او لو ما عندكيش العجان بتجيبي بولة فاضية وبتضيفي فيها السمنة على السكر، وبتضربيها برضو لمدة 5-6 دقايق بالمضرب الكهرباء لحد ما يهيش معاكي. انا عملتها بالعجان، واللي بيعمل بالعجان بيعمل بالمضرب الكف اللي انتوا شايفينه ده. هضرب بقى كده لمدة 5-6 دقايق لحد ما الخليط يهيش معايا خالص ويبقى قوام كريمي معانا. طبعا دي اهم خطوة ومرحلة مش عايزاكم تستعجلوا فيها خالص. شايفين كل مدى بيبيض معايا، فانا طبعا مش هستعجل عليه خالص، وكل شوية بقلبه كده، بنزل اللي في الحروف عشان كله يبقى خليط واحد. انا مش عايزاكم تستعجلوا في المرحلة دي. برضو لو بتضربي بالمضرب الكهرباء برضو مش عايزاكي تستعجلي لحد ما الخليط يبقى قوام كريمي معاكي خالص، واتأكدتي خلاص انه وصل للقوام الكريمي. هننزل بقى بالبيض بتاعنا واحدة واحدة. انا طبعا معايا بيضتين 2، هنزل بواحدة واستنى لما تختفي كده في الخليط، وبعد كده هنزل بالبيضة التانية. انا مش عايزاكي تنزلي بالبيض كله مرة واحدة. كده نزلت ببيضة، اشغل برضو العجانة عليها لحد ما تختفي كده في الخليط كده. تمام. هنزل بقى بالبيضة التانية. طبعا البيض بتاعنا بدرجة حرارة المطبخ، ما يكونش ساقع قوي. تمام كده. بعد ما نزلنا بالبيضتين الاتنين بيضة بيضة، هنزل بقى كمان بمعلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. طالما معانا بيض يبقى لازم نحط فانيليا عشان ريحة الزفارة كده. تمام. بعد ما البيض اختفى خلاص كده، خلاص دور العجان كده خلاص انتهى. خلاص كده بقى الخليط بتاعنا جاهز. هنجيب بقى الدقيق بتاعنا وهنقلبه بايدينا، مش هنقلبه بالعجان ولا بالمضرب ولا اي حاجة خالص، بايدينا بس هنقلبه كده. ضفت الدقيق، طبعا الدقيق بتاعنا نخلاه، هقلبه بس بالسباتيول او بايديا. انا بس قلبته بالسباتيول، وبعد كده هوريكم بس الخليط بايديا شكله عامل ازاي. هقلبه بقى لحد ما الدقيق يختفي خالص. وطبعا العجينه بتاعه الكيس الحلواني بتبقى طريه اكتر من المكنه بكتير. المكنه بتبقى يعني ناشفه شويه، اما الكيسه بتبقى طريه شويه. تمام. ده الفرق ما بين الكيسه ومكنه البيتيفور. مكنه البيتيفور بتبقى ماسكه نفسها شويه، اما الكيسه الحلواني بتبقى العجينه طريه عشان تمشي معاكي في الكيسه كده. خلاص بعد ما الخليط قلبناه، عايزه اوريهولكوا كده اهو. شايفين ما شاء الله بقت طريه خالص وسلسه جدا جدا كده. تمام. بقت العجينه بتاعتنا جاهزه خلاص، او زي ما انتوا شايفينها. طبعا انا ما بعجنش فيها، انا بقلبها بس، عشان لو عجنت فيها ممكن تديكي عرق، فمتحاوليش تعجني فيها كتير. انا بقلب بس الدقيق لحد ما يختفي خالص كده. تمام. بقت العجينه بتاعتنا جاهزه خلاص. معنا بقى كيس الحلواني، ومعنا البلبله دي حوالي 16 او 17 سن. الرقم برضو زي ما انتوا شايفينه ده رقم 358. يعني لو حابين تجيبوه برضو من عند مستلزمات الحلواني في حدود 15 جنيه دلوقتي، او ممكن يكون زاد شوية بالاسعار عشان غليت. يعني ممكن تلاقي ب20 ب18 في الحدود دي. حطيت البلبلة في الكيسة زي ما انتوا شايفينها كده، واحط بقى حتة عجينة على قدي.
ما تحاوليش تكتري عشان ما تبقاش تقيله عليكي. بس عايزه اقول لكم والله العجينه طريه جدا جدا لو حطيت العجينه كلها، عشان عندي برضو طبعا انا عامله كميه صغيره. بضغط كده على العجينه في الكيس واطلع الهواء الزايد اللي فيها، وهنبدا بقى نشكلها زي ما انتوا عايزين. اهو شايفين بسم الله ما شاء الله طريه ازاي في ايديا وسلسه جدا. عايزه اقول لكم والله ما اخد مني حوالي ربع ساعه كل الموضوع ده كله. اعملوه بقى ملكوش حجه، طريقه سهله جدا والله، طريقه ناجحه وهيطلع معاكي احلى بتفور. وبالنسبه للناس اللي عايزينه بالشوكولاته، هتعوزي بالشوكولاته يبقى تشيلي 30 جرام من الدقيق وتحطي 30 جرام من الكاكاو الغامق بدله. تمام، ده بالنسبه لو انتوا عايزينه بالشوكولاته. كده خلاص اخلص بقى الصواني بتاعتي ديت. طبعا هكون مخلصه، اكون محضره الفرن بتاعنا او مسخناه على درجه حراره 170. شايفين بسم الله ما شاء الله شكله حلو ازاي. هنسخن بقى الفرن بتاعنا على درجه حراره 170، وبتحط الصينيه بتاعتك في الرف الوسطاني. هياخد معاكي حوالي 10 دقايق، يعني ممكن اول صينيه بس تاخد معاكي ربع ساعه، وبعد كده الصينيه التانية تاخد 10 دقايق معاكي. وبرده بتلف الصينيه كل شويه كده عشان الصينيه بتاعتك تاخد اللون الذهبي. اما لو في فرن غاز برضو بتحطي الصينيه على الرف اللي تحتاني، بتولعي من تحت بس، وهيديكي بقى اللون اللي انت عايزاه. انا عندي الفرن كهرباء بولع من فوق ومن تحت، يعني الفرن الكهرباء بيختلف شويه عن الفرن الغاز. الفرن الغاز بتحطي من تحت بس وما بتولعيش من فوق، اما الفرن الكهرباء بتولعي من فوق ومن تحت. كده بقى خلاص الكميه بتاعتي كلها، وبعد كده هوريهولكم لما يستوي. كده استوى معايا خلاص ما شاء الله، اخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه، ذهبي فاتح خالص، يعني واخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. سبته لحد ما برد بقى، افضيه في طبق بقى ونبدا في الحشوه بتاعتنا. الحشوه بتاعتنا بقى ممكن تحشيه من جوه، ممكن مربى بيوريه او ممكن مربى حليب. انا كان عندي مربى حليب هنا، حطيت شويه كده في كيسه، وبعدين خدت 100 جرام من الشوكولاته الدارك اللي هي الغامقه، سيحتها على بخار الميه بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه. هلزق كل اتنين في بعض كده بالمربى بتاعه الحليب او مربى البيوريه، ممكن فراوله ممكن مشمش حسب ما انتوا عايزين. وبعدين بحطها بقى في الشوكولاته كده زي ما انتوا شايفين. الشوكولاته دي طبعا انا مسيحاها على بخار الميه. طريقته سهله جدا بجد، تاكلوا احلى بتيفور. لو وصلتوا هنا لحد الفيديو يا ريت بقى ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم، ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كده بقى شكل البيتيفور بتاعنا يا رب يكون عاجبكم، وانتظروني بقى في سلسله حلويات العيد، وكل سنه وانتم طيبين. اشكركم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله.